السلام عليكم. يلا بينا نعمل معجنات حلوة وخفيفة مش هتاخد مننا وقت. عندنا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة من السكر، معلقة من اللبن البودر، معلقة خميرة، معلقتين زيت، رشة ملح، وكوباية مية دافية. المية دي حسب ما العجين ياخد منك، يعني تنزلي بيه نقط كده، ما تكتريش. هنعجنها ونسيبها ترتاح. تعالى بقى معانا هنا ربع فرخة. الصدر اللي انتوا شايفينه ده قطعته كويس جدا، وبس الاول غسلتها وسبتها لما تصفى كده وكانت ناشفه كده. عندي هنا معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره جدا من الفلفل الاسود، وزيهم بابريكا، ونص معلقه من هريسه الشطه. طبعا المعالق اللي انا بقول عليها ديت اللي هي كمون وكده، معالق صغيره جدا جدا، اللي هي تبقى اقل كمان من بتاعه الشاي. هنتبلهم كويس كده مع بعض. ممكن تسيبيهم ساعه نص ساعه، انا اشتغلت على طول. عندنا هنا في طاسه سخنه معلقتين زيت. نقلب بقى كويس وننزل بيها وبنقلبها كويس. انا عايزاها تبقى ناشفه جدا. ممكن ان احنا نكتفي بالفراخ بس. هنحط الاول هنا سنه توم، نص معلقه برضو، نقلبها معاها. احنا ممكن الحشو اللي احنا هنعمله العجينه ده ممكن يبقى على قد الفراخ بس، بالتتبيله دي جميله قوي. لكن انا حبيت احط بصل وفلفل، علشان يعني احنا في الشتاء وكده، البرد بقى، والبرد ده محتاج بصل، والبصل حلو في البرد. فممكن انتي ما تحطوش عليها البصل. ممكن تحطي الفراخ وتبقى جميله ولذيذه برضو، هي حتى باينه من شكلها. انا بقى حطيت البصل كده لما عايزاه ما ينزلش ميه. كانت الطاسه سخنه جدا لما شلت الفراخ على جنب. هقلبها معاها. تقريبا انا ما صورتش الفلفل، بس انا ضفت عليها فلفل يعني. هنروح بقى العجينه زمانها ارتاحت، لانها خدت نص ساعه بالظبط. زمانها ارتاحت وبقت حلوه. هقطعها واكورها كور صغيره كده. انا اشتغلت على طول في الصينيه اللي انا هسوي فيها. كور صغيرة، وتفردها بإيدك بالفردة زي ما انت عاوزة، وتشكليها زي ما انت عايزة الأشكال اللي تحبيها. ممكن لو عندك جبنة موتزاريلا، أنا حطيت جبنة رومي في قلب الخلطة دي بعد ما بردت الحشو ده. تشكلها الأشكال اللي انت حباها، تحط على وشها جبنة موتزاريلا زي ما انت عايزة. أنا شكلتها بالشكل ده. جبت صفار بيض عليها شوية لبن، ودهنت بيهم المعجنات دي. وكنت مسخنة الفرن قبلها درجة حرارة 200، دخلتها خدت 25 دقيقة. ما ولعتش من فوق. لو الفرن بتاعك فيه مروحه ما تولعيش من فوق، لو ما كانش بتولعي من فوق بسيط خالص، وتخلي بالك على نار متوسطه. شكلها جميل وطعمها أجمل. هي فعلا ما بتاخدش وقت، وحلوه جدا جدا. يعني واضح وباين عليها قد ايه هي من جوه جميله وهشه ومش مكتمه، حلوه قوي قوي. اهم حاجه تسيبي العجينه تخمر. العجينه دي ممكن تعملي منها فينو كمان، وتعملي منها كل المعجنات والقرص اللي انت تحبيها. عجينه حلوه، طريقتها كويسه. اهم حاجه ان الميه تكون مش سخنه قوي. وما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك. بحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.